تخنوه وعمره ما خانكم، أغنية عبد الحليم الشهيرة كانت السطر الأول في قصة الحب الخيالية اللي جمعت بين وردة وبليغ حمدي. الحكاية ابتدت لما دخلت وردة السينما في دمشق عشان تشوف فيلم الوسادة الخالية لعبد الحليم حافظ. ما كانتش تعرف إن حب حياتها وعمرها هيبتدي لما تسمع أغنية تخنوه. وردة لقت نفسها متعلقة بالأغنية جدا، فحست إنها لازم تقابل الملحن اللي لحن الأغنية دي. حبيته في تخنوه. انا شفت وسمعت الغنوه دي في فيلم عبد الحليم، قلت الراجل ده لازم اعرفه. وبعد كده الدعوة توجهت لوردة عشان تيجي مصر، وهي كانت في منتهى السعادة عشان هتقابل بليغ حمدي ملحن أغنية تخنوه اللي اتعلقت بيها. وفعلا بدأت شرارة الحب من أول لقاء بينهم، وده حصل لما راح بليغ لوردة عشان يحفظها أول لحن عمله ليها، وكان أغنية يا نخلتين في العلالي. وبعد اللقاء ده حكى بليغ لصديقه الإعلامي وجدي الحكيم وقال له إنه لأول مرة يهتز حين يرى امرأة، وده حصل لما سلم على وردة. وبعد كده راح بليغ لأهل وردة وطلب منهم الزواج منها، وكانت الصدمة إنهم رفضوا رفض قاطع، فاضطر إنه يمشي. بس فضل قلب بليغ متعلق بحب وردة. بعد كده وردة رجعت بلدها الجزائر، وقريت الأمر انتهى على كده. ده كمان أهلها ضغطوا عليها عشان يجوزوها من قريبها، وفعلا اتجوزت وبعدت عن الفن الفترة. بعد كده كان في عيد الاستقلال في الجزائر، وفي فنانين كتير راحوا عشان يشاركوا في الاحتفالات، منهم بليغ. وراحت وردة عشان ترحب بيهم في الفندق، وهناك مسك بليغ حمدي العود وجات له فكرة أغنية العيون السود. وبعد 1.5 سنة انفصلت وردة عن جوزها ورجعت مصر وغنت العيون السود اللي كمل كتابتها محمد حمزة. وكان أغنية العيون السود ملخص لقصة الحب الخالدة بين بليغ ووردة. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود أحبك. وأخيرا اتجوز بليغ من وردة، وده كان في بيت الفنانة نجوى فؤاد، وغنى لهم العندليب الأسمر أغنية مبروك. وزي ما كانت قصة حب وجواز وردة وبليغ قصة خيالية، كانت قصة طلاقهم أكتر غرابة وأكتر خيال. وردة قالت في أحد اللقاءات إن الخلافات ابتدت بينها وبين بليغ بسبب الغيرة، وبسبب إنها تعودت على الحياة الأسرية عكس بليغ، وللأسف طلبت وردة الطلاق. هنا ابتدى بليغ يحس بالاكتئاب وسافر أوروبا وانعزل عن الناس، وهناك جات له فكرة أغنية بودعك، وكأنه بيودع حبيبته للمرة الأخيرة. وفعلا سجلها بليغ وبعتها لوردة، اللي لما وصلت لها اتضايقت جدا وافتكرت إنه بيعاتبها، بس بعد كده غنتها كنوع من أنواع التكريم لبليغ، وكمان إحساسها بأن الكلام واللحن موجه ليها وإن بليغ بيودعها فعلا. بودعك وبودع الدنيا معك. ورغم الطلاق إلا إن مشاعر الحب والمودة فضلت مستمرة بين الحبيبين، وفضل بليغ يحب وردة لآخر يوم في عمره، حتى إن ابن أخوه قال إنه كان بيردد اسمها قبل وفاته في سنة 1993. وبعد وفاة بليغ أصيبت وردة بحالة اكتئاب شديدة، وفضلت في كل لقاءاتها تتكلم عنه لحد ما توفت في سنة 2013، يعني بعد 20 سنة من وفاته. ما قدرتش وردة ولو للحظة تنسى كل مشاعر الحب والمودة اللي كانت موجودة ما بينهم، وده المعنى الحقيقي لكلمة الحب. بسم الله لا ارحل أوان حب الكبير يحرسك في سكتك. الله الله